أول خطوة أسويها قبل لا أسوي أي لوك، أمسح بالتونيك على وجهي كامل. أستخدم كلينيك نمبر 3. أنا التونيك بحط هذا سلاي أول داي من جيرارد كوزماتكس، بأخذتين إلى 3 بخات على الوجه قبل الكريم والسيرم. بعد كذا أحط السيروم. طايحة أستخدم هذا السيروم، جايني عينة من شانيل، حبيته، فبخلص العينة والعينة الثانية وأشوف أشتري ولا لا. بعد ما حطينا السيروم، تعطين السيروم وقت تتشربه البشرة تقريبا كم دقيقة، دقيقتين 3 دقائق ماكسيموم 3 دقائق يعني. بعدها أحط الترطيب. راح أستخدم ستيلودر هذا المرطب. بنتظره برضو قبل لا أحط البرايمر دقيقتين. طبنا الوجه، أستخدم مرطب الشفايف، يعني هذه الأساسيات لتهيئة البشرة، ما تنسين مرطب الشفايف. صار لي كم يوم أستخدم هذه المسكرة حقت الحواجب والرموش اللي تعطيها كثافة مع الوقت، يعني علاجية من النهدي خذتها، بستخدمها قبل لا أحط الميك فاونديشن. بحط لوريال، هذا الفاونديشن اللي وريتكم أمس، لومي من لوريال. بستخدم البيوتي بلندر من تحت. بعد ما حطيت الفاونديشن راح أحط الباودر، بس خليه دقيقتين كذا ينشف لأنه هو مرة رطب. بعدها أحط الباودر. بعد ما ثبت كامل الوجه بالباودر، بأخذ السيتنج برش حقت ريال تكنيك، وبنفس الباودر حقت ديور أثبت تحت العين. إضافية للبنات اللي بشرتهم دهنية ومرة تدهن، يحطون على التيزون من هذا الباودر حقت بنفيت بروفيشنال. بوريكم حواجبي برسمهم كلهم انستازيا. أبدأ من نهاية الحاجب وين ما عندي مكان يعني ما في شعر. بعد كذا بعد ما رسمت هذا الخط نازل، بس عشان أوريكم نفس الشيء. طبعا هذه الفرشة حقت القلم مشطوفة بهذا الشكل. حددت طبعا زي ما انتم شايفين هنا في شوية أخطاء أو شيء نازل، بعدله بالكونسيلر القلم حق انستازيا. حق انستازيا هو يجي جهتين، جهة شوي فيها شمر لون على بيج شمري، ولون بيج زي الكونسيلر تحت الحاجب. يكون واضح. طبعا القلم مرة كريمي، تحصلونه في سيبورا. أوريكم كيف نحدد الحين بعد ما حددت اخذ فرشة صغيرة هذه حقت ريال تكنيك، ابدا ادمج من تحت، ما ارجع على طول فوق، لا ادمجه اللي تحت تخففوه. اهم شيء البنات كده يرسلوا لي تعليقات يقولون قبل ما تقولين تلقونه ببوتيكي ان شاء الله. ليش لا ان شاء الله، اسهل لكم يعني بعدين. برضو تسهلين على نفسك، اخذي اصبعك وادمجي من تحت عشان ما تحوسين. افضل اداة للدمج الاشياء هذه. طبعا أنا بعد ما رسمت الحاجب وسويت تنظيف تحت الحاجب، أبى أثبت أطراف الحاجب بهذه البودرة من إلماس، كم مرة أحبها. أنا راح أكون خطوة بخطوة عشان بس تشوفون معي. شوفوا كيف أزيد اللون على الطرف، بس مرة على الطرف، ترى ما أقدر أتكلم وأرسم. أوكي. برضو الأماكن اللي تحتاج زي ما انتم شايفين من فوق ترى ما حطيت كونسيلر، بحط بعدين تنظيف بالفاونديشن. على طول يحطون يكثفون اللون ببداية الحاجب، لا البقايا اللي بالفرشة أسوي فيها كذا بداية الحاجب يعني على فوق. بعد كذا آخذ المسكرة حقت الحواجب، طبعا خففوها من البرودكت الزايد. بعد كذا مرريها على الشعر عشان تكثف وتبان. اللون اللي استخدمته اسمه تشارمر. الباليت هذا جدا جميل، أحبه جدا. الحين كخطوات إني أبدأ بالشادو. قبل لا أبدأ الشادو بحط هذا البرايمر من بينفيت ستاي دون ستراي. في بدائل أرخص. هذا الشادو ممكن تستخدمين ميبلين فيت مي رقم 20 إذا كنتي فاتحة، 25 إذا كان جفنك غامق. جينا بيدك أو بالإسفنجة الصغيرة حقت المايكرو اللي أنت حابة، المهم إنه يتوزع وما يصير متكتل. عن لون العدسة، لون العدسة عسلي طبيعي.
من ندى فاضل، كولكشنها الجديد ندى بي شادو. ودي أعمل ألوان تجي على وارم كلر. اللون هذا الأورنج لازم أستعين فيه، بستخدم هذه الأنواع وبقول لكم كل لون استخدمته. طبعا أول شيء بحط لون انتقالي خفيف. راح أخذ هذا اللون من أنستازيا بس نسيت وش اسمه، بقول لكم عليه بدور من تحت. اللون الانتقالي أنا مثل الإضاءة يعطينا شكل عشوائي. الفرشة حقت زويفة بقول لكم الحين في طالع عندي a hint of color، يعني اسم لون مرة خفيف. طبعا ما أطلع لفوق، ما أصعد اللون فوق مرة، لا. بعدين يقولوا لي يا سلام كذا تمام بالتفصيل. اي انا وعدتكم انه راح يكون بالتفصيل، ما علينا. باخذ الشيدر برش حقت زويفة واخذ فيها اللون الاورنج. زي ما انتم شايفين اخذ اللون الاورنج واحطه بهدوء وبشويش. دائما اشتغلوا على خفيف وبشوي شوي. زي ما انتم شايفين انا حطيت اللون من بداية العين تقريبا الى هنا، الربع الاخير فاضي، ابغاه عشان احط فيه لون ثاني. طيب حاولي تدمجين اللون اللي فوق، يعني ما يكون معزول. يعني شايفين كيف التدرج؟ حاولي تخفي. أنا قاعدة معاكم بالتفصيل عشان يعني يصير كل شيء واضح معاكم. تمام. جزء الشادو حسيت أبغى أخليها أكثر فاقعة شوي، يعني الأورنج. yes like that. كان بيور أورنج، هذا هو من اسمه جام من لايم كرايم 1. اللون الثاني هذا هو برضو من لايم كرايم 1. أبى أرجع أمد اللون الأخير اللي شوي فاتح على الجفن لبرا. الحين زي ما انتم شايفين الجفن كله أورنج. أنا بقى أسوي شيء خارج شوي عن المألوف، ما أبغى شيء معتاد وفي نفس الوقت مرة واو. الحين بحط اللون الأورنج نفسه اللي فوق حطيته تحت العين، بلبس البرش بشكل عشوائي وارجع اكثفه بعدين. زي ما انتم شايفين وصلت تحت بعدين لورا. هذه هنا اجتماع النقطة اللي فوق اللي تحت، حطي فيها هذه. طيب ارجع اموه عشان ما يصير خط واضح وبزيد لون ثاني اصلا. كذا راح اخذ لون دافي نوعا ما من نفس، خلينا نقول من نفس هذا الباليت. اللون هذا البني اللي على احمر. بلندنج صغيرة احطها على اخر العين كذا واحاول بشويش ادمجه. اوكي بعدين بعد كذا احاول ادمج الاطراف واشوف وين وصل دمجي، ما اطلع لبرا كثير. أتوقع أنه واضح معاكم كيف صار متدرج اللون من هنا الفاتح بعدين تدرج. هذا اللون اسمه آيكون، أغمق تقريبا بني في الباليتات هذه. باخذه أحطه بفرشة مشطوفة زي كذا الطرف الأخير من العين، لمسة كذا. باخذ لون لؤلؤي احطه مع العين، مو اوفر بس بسيط، وراح ادمجه. شات بلندنج نظيفة. راح قاعدة احاول ساعة اطلع الفرشة مدري وين. راح اخذ اللون البيج اللي على صفار شوي، طر الاضاءة. باخذ البلندنج واحط اللون البيج الطبيعي عشان انظف فيه. شايفين كيف انظف فيه هنا. اللي يبغون تركيز وين يحطون اللون البيج يحطونه هنا هذه الكورنر هذا. اوكي بعدين مرروا الباقي حق الباقي حق البيج هنا. سنابين قبل هذولي ما ادري وين طاروا لما جلست الرموش. ما علينا خلنا نكمل. حطيت رموش، ابغى نوع خفيف مرة. استخدمت صمغ ديو الشفاف اللي هو الأبيض، يرجع يصير شفاف. بس أهم شي لازم تكبسين الرموش تمام زي ما انتم شايفين الحين. طبعا الرموش
طبيعية ومينك. خلينا نشوف الشعر كيف حقها. القلم البيج الكحل حق رميل هذا اللي استخدمته، يجي شوي كريمي. الرموش ليلي جليتشي NYC، ليلي جليتشي NYC. هذه أفضل 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 أفضل، يعني أتعب وأنا أقول أفضل رموش على الإطلاق. منها كذا نوع، ميامي، NYC، دوحة، مايكونوس، إيش كمان. أحاول قدر الإمكان أصور لكم بإضاءة تضبط قديش مرة طبيعي وناعم، يصلح صباح الليل. طبعا انتوا حطوا الألوان اللي تحبون. زي ما انتوا شايفين مرة اللوك طبيعي. تو كنت حاطة ترى لاشز من تحت بس شلتهم، ما أحب الدراماتيك سبحان الله. إذا حابين نزيد الدراماتيك شوي أو نبين العين دافية أكثر راح نزيد لون هنا وأزيد لون هنا. أوريك